ليه أبو بكر يفعل هذا؟ العدل. مش تأتي بمن يحلفون أعظم وأوثق الأيمان زورا لكي تأخذ مال أخيك. مش تحلف تضع يدك على المصحف وتحلف لكي تأخذ حق أخيك وتسود سمعة أخيك. ألا تذكرون تفجيرات الحرم؟ ألا تتقي الله في تفجيرات عام 1406 و 1407 أم أنك من المؤيدين؟ والله أنه من العملاء، لأنه يؤيد تلك التفجيرات في بيت الله الحرام. أحقر ما يمكن أن ينزلق إليه الإنسان هذا بعد الشرك بالله، ظلم العباد، ظلم الناس. إياك إن كنت تعلم أن سكوتك عن كلمة أو سكوتك عن حقيقة أو نطقك بحقيقة أو نطقك يمكن أن يضيع أخا لك أو إنسانا أو يضيع ظلما، إياك أن تسكت أو إياك أن تتكلم. تكلم واسكت بما يظهر الحقيقة والعدل يا رجل. أنا والله الذي لا إله إلا هو لا أجد إيماني بالله، لا أجد معنى للإيمان بالله إلا في هذه الأشياء. هكذا إذا لم تتعلم، والله يا إخوان أقسم بالله أنا أتكلم، بعض يقول لك أخذته الآن حماسة وعاطفة. نعم في الحقيقة أنا مشتاق جدا في الوضع الأخير، في السنين الأخيرة، مما يتفق لي أن أعيشه وأن أشاهده وأن أسمعه. أصبحت محبطا والله الذي لا إله إلا هو لقد كرهت الدنيا، والله الذي لا إله إلا هو لقد كرهت الدنيا، والله الذي لا إله إلا هو لقد كرهت الدنيا. أعيش فيها والله وأنا أكرهها، وأتساءل هل يؤمن الناس حقا بالله؟ هل تؤمنون بالله؟ هل نؤمن بالله؟ أتساءل، صرت في شك من نفسي، في شك من هذه القضية. هل نؤمن بالله؟ لأن الله لا يمكن أن يكون كلمة على اللسان. الله لا بد أن يكون أيها الإخوة قوة ترغب وتخشى وتهاب، لا إله إلا هو. لا يمكن أن أحلف بالله كذبا مهما ولو كلفك قطع عنقك، مش 100 يورو 1000 يورو. إياك أن تحلف بالله كذبا، إياك أن تشهد الله كذبا وزورا، إياك أن تحلف بالله كذبا، إياك أن تشهد الله كذبا وزورا، إياك أن تسكت عن حقيقة اطمأن قلبك بها وعلم أنها حقيقة، حتى لا يغضب فلان ولا تغضب فلانة، لا تغضب الطائفة الفلانية والطائفة. إياك يا رجل، ليكن الله في قلبك أعظم من كل شيء، أعظم من الدنيا وما فيها ومن فيها. إن تكن كذلك أنا أقول لك فأنت مؤمن، إن لم تكن كذلك لا والله ما عرفت معنى الإيمان الحقيقي، لا والله. تعرفون كيف يؤمن الناس بالله يا إخواني؟ واسمحوا لي على هذا الانفعال. الناس يؤمنون بالله يتخذون الله نفسه، وأستغفر الله أعوذ بالله من زلات اللسان وزلقات الجنان، يتخذون الله ذاته ذريعة إلى خسائسه، إلى رغائبهم، إلى مطامعهم الحقيرة. وإلا ما معنى أن تقول لي والله 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 يعلم أنك كاذب؟ والله وتالله وبالله لم يكن إلا طعما هنيئا مريئا لهذا الفخ الذي أوقعنا فيه مثل هؤلاء الذين يبجلون أعداء الله وأعداء رسوله. الله اتخذته شبكة أحبولة لكي تصيد بها حقا ليس لك يا رجل. يا رجل، أما تعلم أنك ستموت؟ هل عندك يقين بهذا؟ أنا متأكد من كان عنده يقين والله الذي لا إله إلا هو لا تلفته الدنيا كلها بما فيها ومن فيها، لأنه يعلم أنه وارد على الله عما قليل. كيف؟ مستحيل. ويعلم علم اليقين. أيها الإخوة، ماذا شرع الله في هذه الأحوال؟ مش على قد كيفك، مش على خاطرك، تخلق شرعا من عندك أنت وتصور إلها على قدر رغائبك وتقول لا أنا الله حيسامحني. أبدا، ما في اللعب هذا يا جماعة. النبي وهو النبي خيرة عباد الله، به هدينا، به اهتدينا، به عرفنا ربنا. يقول لولا خشية القود لأوجعتك بهذا السواك. يعلم أنه إن ظلمه خادمة أمة مملوكة مشرية بالنقود، إن ظلمها في غير وجه حق سيقتص منه يوم القيامة وهو رسول الله. من أين أتينا إذن بهذا الدين، بهذه الشخصيات، بهذه العقليات؟ أنا أقول لكم صار لدي يقين مشكلة هذه الأمة مشكلة تربوية وأخلاقية. مشكلتنا مشكلة تربوية وأخلاقية. لم نتربى على معنى الإيمان الحق، لم نتربى أن نحب الله حقا وأن نخشاه صدقا وأن نراقبه في كل أمرنا يا إخواني. لذلك من أين ننصر؟ من أين نعز؟ هذه الأمة تذل
أنا أقول لكم والله وأنتم ترون هذا، الأمة العربية اليوم تذل وتتقسم وتتشرذم، وهي موعودة بمزيد من الحروب ومزيد من التقسيم ومزيد من المذابح ومزيد من الذل، لأنها ما عرفت الله حقا. لا تريد أن تعرف ربها حقا وأن تتقي الله صدقا، وإلا لنصرها لا إله إلا هو، لهداها سبلها، فإنها تتخبط اليوم، تتخبط في تيه أيها الإخوة، مدلهم، حندس، مظلم، حيرة والهة، لا تعرف كيف السبيل ومن أين. اللهم اجعلنا نخشاك حتى كأننا نراك، وأسعدنا بتقواك ولا تشقنا بمعصيتك. إذن يا إخواني، علينا أن نربي أنفسنا، وأنا يائس تقريبا من أنفسنا، على الأقل لا نظلم أبنائنا، وتقريبا أنا أرجح أننا فعلنا وظلمناهم، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. كيف تكون ظالما منحرفا عن سواء الشرع والصراط وتربي أولادك على القيم الحقيقية؟ أشك في هذا شكا كبيرا، ستعجز. أنت ستربيهم ليكونوا صورة منك، بل صورة أكثر تشوها منك. فاقد الشيء لا يعطيه، لن تستطيع. التربية ليست بالكلام فقط، وليست حتى بالفعال وحدها. أنا أقول لكم التربية بالروح، والله العظيم يا إخوان، والله من كان له قلب إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. والله من كان له قلب أيها الإخوة يربي ويتربى بالنظرات، يعني في لغة صوفية لغة الحقائق. والله حين يكون الأب مستقيما والأم طاهرة عفيفة مستقيمة، يتربى أولادهم بالروح، بقوة روح الأب والأم. ما رأيكم؟ بقوة الروح، لها ضياء، لها أسر، لها جمال، لها سلطة، لها سطو على الروح يا إخواني. وحين يكون الأب دجالا والأم كذوبا أيضا ملعابا، يخرج الأبناء على شاكلتهم. وإن تكلموا في الدين، نحن شفنا ناس ونشوف ناس يحفظون كتاب الله، يحفظون أولادهم كتاب الله، رأينا هذا وابتلينا بهم. والله يا إخواني الطعن عندهم في الأعراض أسهل من شرب الماء. هذا زاني، هذه زانية. تخيلوا واحد يحفظ 60 حزبا 30 جزءا. أنا أحكي لكم عن حقائق، انتبهوا. يطعن في عرضك وفي عرضي وفي عرضها بكل سهولة، أسهل من شرب الماء. ويعتفك، يختلق الأكاذيب عليك وعلي وعليه وعليه بكل سهولة. ماذا فعلت فيك 60 حزبا يا حبيبي، 30 جزءا؟ ماذا فعلت؟ لا شيء. لقد شقيت بما تحفظ وبما حفظت، لقد شقيت بما علمت وبما علمت يا رجل. دين الله لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا. هذه الكلمة تكررت في كتاب الله على ما أذكر 3 مرار فقط، في هذه السورة في الصف، وفي غافر مؤمن، وفي سورة النساء. كبر مقتا، المقت هو أشد الكره. الله يقول لك أكرهك أشد الكره. حين تكون دجالا المسافة والفاصلة واسعة جدا والبون بعيد بين قولك وفعالك. الله يقول لك أكرهك لتعلم أنك مكروه عندي أشد الكراهة. لكن هذه الآن أسلوب في العيش، أسلوب في الحياة، أسلوب في الحياة والتقاط المغانم، أن نقول شيئا وأن نفعل شيئا آخر، وشطارة وفهلوة وما شاء الله ذكاء. هذا يا إخواني لا حول ولا قوة إلا